مع بيبرس أكاديمي هنتعلم حاجة جديدة النهاردة، يلا بينا. عندنا أسماء زي كده ومحتاجين نفصل ما بين الأسماء وبعضها. كنا بنشوف المسافة أو علامة السلاش ونبتدي نفصل من خلال أداة اسمها تكست تو كولون. طب إيه الجديد بقى؟ عندنا معادلات جميلة جدا هنستخدمها في الحكاية دي. أول معادلة عندنا اللي هي تكست بيفور. تكست بيفور، هنشوف المعادلة دي بتقول لنا إيه. تكست بيفور هيحتاج التكست اللي إحنا محتاجين نفصل. هنختار التكست ده. تاني حاجة عندنا الديليمتر اللي هي الحاجة اللي هنفصل بيها، احنا هنفصل بالمسافة. هنحطها ما بين علامتين تنصيص، نحط المسافة وهنقفل المعادلة على كده. هتلاقي راح ايه جايب لي أول اسم موجود عندي. لو قررنا المعادلة عندنا احنا محتاجين أول اسمين، لو احنا محتاجين أول اسمين هنفتح المعادلة بتاعتنا ونيجي نعدي الديليمتر ونخش على اللي بعده ان هو النمبر، الحروف اللي احنا عايزين نعديها في الديليمتر. هنقول له مثلا 2، يعني بعد مسافتين هات لي الاسم. هتلاقي جاب لي الاسم ثنائي. دلوقتي هنرجعها زي ما كان، احنا محتاجين اسم واحد، هنشيل الاثنين دي خلاص ونقفل المعادلة ونخليها زي ما هي. تعال نشوف حاجات تانية أحسن في التكست بفور. لو احنا عملنا كده هنا المثال ده تكست بفور، وجينا هنا على التكست ده قلنا له احنا عايزين نفصله بحرف السي كابيتال، قفلنا كده. لو احنا شدينا كده المعادلة بتاعتنا هيظهر معانا هنا حاجات ان ايه مع ان فيها سي اهي. هتيجي هنا حته جميله جدا في المعادله، نشوفها مع بعض اهي. احنا مش محتاجين رقم المسافات او رقم السي بعد كام رقم. الماتش مود، الماتش مود بقى في السنسيتيف ماتش وان سنسيتيف ماتش. دي بتعمل ايه؟ ان هو دلوقتي هو في حرف السي موجود بس كابيتال وسمول، فهو عشان كده اداني ان ايه ان ده ما شافش السي الكابيتال اللي احنا كاتبينها. فاحنا هنقول له لا يا عم احنا محتاجين، ما تشغلش دماغك السي كابيتال ولا سمول، وهات لي النتائج بتاعتها. لو عدينا كده هتلاقي المعادلة اشتغلت معانا زي الفل. طيب شوف حاجة جميلة تانية في تكست بيفور هنا. لو احنا جينا هنا غيرنا ايه الديليمتر اللي احنا بندور عليه من سي للدوت ده، ونقفل المعادلة على كده ونشوف هيعمل ايه معانا. هنلاقي ان هو جايب ده وده، والحاجات اللي هي ما فيهاش دوت جابها لي ان. طيب نقدر نحل المشكلة دي؟ نقدر نحلها هنا في تكست بيفور. هنرجع هنا الديليمتر خلاص احنا خلصناه، العدد بتاع الديليمتر مش محتاجينه، السنسيتيف برضه مش عايزينه، الماتش اند. الماتش اند هنا بقى دي خاصيه جميله جدا. قال لك دونت ماتش تو اند، اديني ان ايه، ودي الحاله اللي موجوده عندك. لو انت ما لقيتش الحاجه بالظبط في كل الجمله اللي موجوده او التكست اللي موجود عندي اديني ان ايه. طيب الماتش تو اند دي خلاص احنا كده هيقفل الموضوع، ان هو هيشوف الدوت اللي موجوده عندنا، لو مش موجوده هيجيب لك التكست زي ما هو مكتوب، مش هيشيل منه حاجه. زي ما انت شايف ادي كده اول جمله لقى الدوت فجاب الكلمه اللي قبلها، لقى الدوت جاب الكلمه اللي قبلها، هنا ما لقاش فراح جايب لك ايه التكست كلها زي ما هي. فاضل حاجه اخيره في المعادله، طبعا كلنا معروفه المعادلات القديمه if not found، لو انت ما لقيتش البيان اللي احنا عايزينه هتحط مكانه ايه. بس دي كده تكست بيفور. بعد كده تكست افتر، هنشوف تكست افتر سوا. لو احنا اخترنا تكست افتر هي هتبقى بنفس المنهجيه بس افصل بعد المسافات او بعد الديليمتر اللي انا محتاجه. بحدد برضو التكست والديليمتر ديت، بديله المسافه بتاعتنا وبقفل على كده. هتلاقيه جايب الاسم من الاخر، جايب الاسمين، وهنا هو جايب اخر مسافتين موجوده عنده. لو احنا جينا هنا في المعادله سالب واحد، سالب واحد دي يعني نجيب اخر مسافه. لو انا عايز اخر مسافه موجوده في التكست اقول عليها ازاي تبقى سالب واحد. هتلاقيه جاب لي اخر اسم موجود عندي في الداتا في التكست اللي موجود. بنفس طريقه التكست بيفور هتلاقي عندنا هنا الماتش مود والماتش اند زي ما احنا شفناها في المثال اللي تحت، واف نوت فاوند. طيب نخش على المعادله الثالثه وهي معادله جميله جدا، السبليت تكست سبليت. هنشوفها بتعمل ايه معانا. ادي تكست سبليت. لو احنا اخترنا هنا التكست كده، في هنا حاجه اسمها بقى كولد ميتر. كولد ميتر ديت ان هو يحط الفواصل، النتائج بتاع الفواصل عندنا في الأعمدة، أو رو ديلمتر، أو تبقى صفوف شغالة معانا. فاحنا هنشوفها كده إن احنا نعملها أعمدة. أدي المسافات وانت كإنتر هتلاقي أدي التلات أسماء
فصلهم 3 أعمدة، كل اسم في عمود زي ما أنت شايف. لو إحنا جينا هنا كده وعدّينا الكل بالمتر وخلّيناها في الرود المتر، هنتك enter هتلاقيه نزل معانا بالشكل دوّة في الصفوف. كنا بنعمل حاجات كتير جدًا عشان نوصل للكلام دوّة، بقت سهلة جدًا من خلال الsplit. هنرجّعها تاني معايا الcolumn، نشيل الكومة ديّة ونكرر المعادلة في باقي الجدول بتاعنا. لو جينا شُفنا مثال تاني في الtext split، مثال جميل جدًا، هنخش على دي text split وهنفصل الtext اللي موجود عندنا هنا، نعمل slash ونعمل enter، هتلاقيه فصل معايا كله زي ما أنتم شايفين كده إيه الكلام. طبعًا المعادلة فصلت لي أهوّة ما بين السلاشات كلها، جابت لي النصوص اللي أنا عايزها في الأعمدة كلها. بس هنلاقي عمود عندنا فيه خلية فاضية عشان أنا عندي هنا 2 سلاش ورا بعض، فإحنا عايزين نعدّل الحتّة ديّة. هنرجع للمعادلة الأصلية ونعدّي الrow delimiter عشان مش محتاجينه، وهنخش على ignore empty لو إن هو يعدّيني لو في حاجة متكررة أو في مسافة فاضية ما بين الداش اللي إحنا اخترناها يشيلها لي. خلاص كده إحنا عدّينا المعادلة، نشد على بقية المعادلات هتلاقي المسافة اللي عندنا اتشالت وبقت مفصولة على ال3 أعمدة زي ما أنتم شايفين، وبس كده.